يا أهلا بيكو. تفتكروا في طريقة أحسن نتعلم بيها إزاي نبني ثروة حقيقية من إننا نرجع بالزمن لورا؟ وتحديداً كده لشوارع مدينة بابل القديمة بشوارعها الترابية والذهبية في نفس الوقت. بابل دي ما كانتش مجرد مدينة عادية، دي حتة أرض فاضية جنب نهر، بس بالعمل والابتكار بقت واحدة من أغنى المجتمعات في التاريخ. في ملخصنا النهاردة هنحكي مع بعض الأسرار دي في قصة شيقة جداً عاشت آلاف السنين، وهنشوف إزاي نقدر نطبقها حرفياً في حياتنا دلوقتي. يلا بينا نبدأ. المثير بقى للاهتمام هنا هو رؤية ملك بابل العظيمة. الملك ده كان فاهم كويس قوي إن الثروة مش مجرد كيكة حجمها ثابت، يعني لو حد خد منها حتة التاني هيجوع. لا خالص، الثروة بتكبر وتزيد لما كل فرد في المجتمع بيخلق قيمة. يعني ببساطة نجاح أي شخص فينا بيصب بشكل مباشر في نجاح المجتمع كله. الجزء الأول معانا أسرار أغنى رجل في بابل وبداية القصة. خلونا نتعرف على صديقين، بنزير صانع المركبات وكابي الموسيقي. الاتنين دول طالع عينهم وبيشتغلوا بجد طول حياتهم، بس للأسف مفيش أي إنجاز مالي يذكر. على الناحية التانية بقى عندنا صديق طفولتهم أركاد ده على فكرة ما كانش أذكى منهم ولا بيشتغل ساعات أكتر منهم، لكنه مع الوقت بقى أغنى رجل في بابل. حاجة تحير صح؟ وهنا يجي السؤال الجوهري اللي بيطرح نفسه بقوة: إشمعنى أركاد؟ ده نفس السؤال اللي خلى بنزير وكابي يروحوا الأركاد عشان يكتشفوا السر. والسر ده بيثبت لنا إن الشغل الكتير لوحده من غير وعي مالي هو مجرد طريق مسدود للإرهاق، ومش هيجيب ثروة أبدا. الجزء الثاني عقلية الثراء والتعلم المستمر، وإزاي نتغلب على الغرور. عشان ننجح لازم نفهم ظاهرة نفسية خطيرة اسمها العجز المتعلم. تخيلوا كده فيل صغير مربوط بحبل في شجرة، بيحاول يهرب كتير قوي ويفشل. الفشل ده بيتحفر في عقله الباطن، ولما الفيل ده بيكبر ويبقى ضخم وقادر يقطع الحبل ده زي عود الكبريت ما بيحولش أصلاً. المعتقدات المقيدة دي هي اللي بتكتفنا وبتمنعنا نغير واقعنا المالي، حتى لو كنا نملك القوة الكافية إننا نكسر القيود دي. وده بياخدنا لخرافة الحظ اللي ناس كتير قوي بتعلق عليها شماعتها. الحظ يا جماعة مش مجرد صدفة. لو شفنا صياد بيرمي شبكته وبيطلع سمك كتير من أول مرة هنقول يا بخته ده محظوظ. بس اللي احنا مش شايفينه هو سنين من دراسة حركة الرياح وعادات السمك. النجاح بيجي للي بيذاكر حرفته وبيستعد كويس جدا ورا الكواليس. الجزء الثالث قواعد المال الذهبية، أو نقدر نقول قوانين الثروة. طيب بعد ما فهمنا العقلية، إيه هي الخطوة الأولى والأهم على الإطلاق؟ 10%. إننا ندفع لنفسنا الأول، ده هو الأساس. لازم، وأكرر لازم، نتدخر على الأقل 10% من كل أرباحنا قبل ما نصرف قرش واحد. دي أول طوبة في بناء قلعتنا الذهبية وحماية مستقبلنا. بس طبعاً أول مطب هيقابلنا هنا هو فخ تضخم أسلوب الحياة. الحقيقة الغريبة جداً إن سواء الدخل 30,000 أو 100,000، المصاريف السنوية بقدرة قادر بتزيد عشان تبلع كل الدخل ده. عشان كده لازم نتحكم في مصاريفنا بوعي كامل وما نسيبش الأمور تمشي كده بالبركة. أركاد نفسه في البداية وقع في غلطة كبيرة، أخد أرباح استثماراته وراح صرفها على الأكل واللبس الفاخر. هنا بقى معلمه الجميش سأله سؤال عبقري، قال له: إزاي ممكن تاكل ولاد مدخراتك وتستناهم يشتغلوا لحسابك بعدين؟ التشبيه ده بيوضح مأساة أننا نقضي على الفايدة المركبة قبل حتى ما تلحق تكبر. وعشان نستوعب قوة الفايدة المركبة دي بلغة الأرقام بتاعتنا دلوقتي، تخيلوا لو استثمرنا 100,000 دولار بعائد 5%، في أول سنة هنكسب 5,000. بس لو رجعنا استثمرنا ال5,000 دول بدل ما نصرفهم، النتيجة هتكون خرافية. بعد 20 سنة رأس المال هيعدي 265,000 دولار، والفايدة السنوية لوحدها هتبقى أكتر من 13,000 دولار. دي قوة صامتة وشغالة لحسابنا بمجرد بس ما نعيد استثمار الأرباح. وللأسف ناس كتير بتقع في فخ الاستثمارات الوهمية، الجري ورا عوائد خيالية زي 30% بمبلغ صغير. دي مخاطرة عالية جدا وممكن تخسرنا كل حاجة. لكن الاستراتيجية المضمونة بجد هي إننا نركز في زيادة دخلنا من شغلنا الأساسي عشان نقدر نستثمر مبالغ أكبر بأمان في حاجات موثوقة بتجيب حوالي 8%. وزي ما بابل كانت بتعتمد على أسوارها المنيعة عشان تصد الغزاة وتطمن أهلها، إحنا كمان لازم نحمي رأس مالنا بشراسة. لازم نبني صندوق طوارئ وتأمين قوي يحمينا من عواصف الحياة المفاجئة. حماية الثروة دي مش رفاهية، دي مسألة حياة أو موت مالي. الجزء الرابع معانا احذر من فخاخ الديون وقصة هروب داباسير. التسويف ده يا جماعة عامل زي وحش جعان بياكل الفرص قبل ما نلحق نمسكها.
الكتاب بيحكي عن مزارع جاله راعي غنم في نص الليل يعرض عليه قطيع كامل بتراب الفلوس عشان مضطر يسافر فوراً. المزارع كسل وقال هستنى للصبح، ولما طلع النهار كانت الناس اتلمت واشترت القطيع بأضعاف السعر. كسله ضيع عليه فرصة عمره. في قصتنا ده بصير نفسه كان غرقان لشوشته في الديون لدرجة إنه هرب واشتغل عبد. بس لما قرر يقف على رجله ويواجه مشكلته حط خطة بالورقة والقلم: 70% للمعيشة، 20% لسداد الديون بانتظام من غير أي تأخير، و10% للادخار والاستثمار. وبفضل الخطة دي ده بصير قدر يرجع حريته واستقلاله المالي في 12 شهر بس. متخيلين؟ الجزء الخامس والأخير، خلاصة دروس بابل المستفادة من القصة للتطبيق. وزي ما وعدناكم دي الخلاصة والدروس المستفادة في نقط سريعة ومركزة. 1. ادفع لنفسك الأول وشيل 10% من دخلك. 2. سيطر على مصاريفك مهما دخلك زاد. 3. شغل أرباحك عشان تستفيد من النمو التراكمي. 4. احمي رأس مالك وابعد عن المخاطر الوهمية. 5. طور من نفسك في شغلك عشان تزود دخلك الأساسي. وأخيراً 6. اقضي تماماً على التسويف واقتنص الفرص. ورغم كل القواعد دي، في ملحوظة في منتهى الأهمية: الثروة الحقيقية محتاجة توازن. ما ينفعش نضحي بكل متعة في حياتنا دلوقتي عشان نوصل للثروة وإحنا عواجيز ومش قادرين نستمتع بيها. التوازن بين الانضباط المالي والاستمتاع بالحاضر هو ده المفتاح الحقيقي للسعادة والحياة بدون ندم. في النهاية رحلة بناء ثروة مستدامة مش محتاجة عصا سحرية، محتاجة بس إننا نبدأ من النهاردة ونلتزم بالقواعد دي. لو ملخصنا ده أضاف ليكم قيمة وعجبتكم القصص دي، ياريت تدعمونا وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل المحتوى الجديد وتستفادوا منه. شاركونا في التعليقات إيه أكتر درس ناويين تطبقوه من النهاردة؟ والسؤال الأهم اللي لازم نفكر فيه كلنا: لو بابل اتبنت من الطين لحد ما بقت أعظم مدينة في العالم، إيه اللي يمنعنا نبني إمبراطورياتنا الخاصة من الصفر؟ شكراً ليكم وأشوفكم المرة الجاية.